ازيكم؟ فيديو النهارده متصور مخصوص لكل الناس اللي بعتت لي عايزين يشوفوا شكل اوردرات الصواني بتخرج من عندي عامله ازاي. ما شاء الله الاوردر النهارده بجد حاجه كده يجنن، ولا بقى مكونات الصينيه ديت حاجه كده كل اللي نفسك فيه هتلاقيه موجود في الصينيه ديت. معانا شويه بومبار محشي رز كده بالخلطه، غير بقى الكفته الطريه الجوس اللي هي معموله باللحمه البلدي، كمان السجق البلدي، وكمان في كده جوز حمام متحمر في الزبده البلدي، غير بقى الرز اللي هو بالخلطه المحشي كمان كبد وقوانص، بجد حاجه كده تجنن. كمان بقى هنا معانا الفرخه اللي هي المشويه بتتبيله كده عظمه، شويه بقى مكسرات كده وشويه زبيب شويه لوز متحمرين في الزبده البلدي مع الرز البسمتي، حاجه كده اللي هما بارك خطيره. غير بقى صواني الرقاق اللي انتم مش هتدوقوها اصلا في اي مكان تاني، ومش هتقدروا تفرقوا اذا كان دوت صينيه رقاق ولا صينيه فطير مشلتت، عشان معمول بالزبده البلدي وحاجه كده بجد ما شاء الله تجنن. غير بقى الملوخيه الخضراء بتاعتنا اللي احنا بنجيبها فريش وبنقرطفها وبنغسلها وبنخرطها زي بتاعت اجدادنا كده زي بتاعت زمان، مش هتدوقوها برضك في اي مكان تاني. غير بقى طاجن ورق العنب اللي هو مسقي شوربه كوارع وعليه شويه كوارع بالخلطه، ما شاء الله حاجه كده ترم العظم بجد. يا جماعه شكل الصينيه هيجيلكم كده بنفس الشكل بالظبط، يعني ما فيهوش اي اختلاف خالص، بنفس المكونات. لو عايزين كمان تضيفوا مكون او تشيلوا مكون تقدروا يعني تشكلوا الصينيه زي ما انتوا عايزين. كمان طاجن ورق العنب هيجيلكم بنفس الشكل دوت، وعايزين عليه كوارع او مش عايزين عليه كوارع على حسب برضو انتوا عايزين ايه. وكمان الرقاق هيجيلكم بنفس الشكل. وطبعا عندنا كمان اصناف اكل تانية كتير جدا، هبعت لكم المنيو بس انتوا بعتوا لي في رساله عايزين التفاصيل، وهبعت لكم كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها. ده يا جماعه الصينيه كده يعني مش فوتوشوب ولا اي حاجه، هتجيلكم بنفس الكميه بالظبط، لان كتير جدا بيشتكوا ان هم بيروحوا المطاعم وبيلاقوا الصوره غير مكونات الصينيه، او بيلاقوا مثلا الكميه قليله. لا احنا الحمد لله صورنا على الطبيعه. غير بقى كمان لو عايزين اي اكل على التسويه برضك موجوده عندنا، زي مثلا البومبار محشي ورق عنب وحشي محشي كرنب، او لو عايزين مثلا حاجات بقى فروزن زي مثلا اللحوم البانيه الكوردن بلو، او لو عايزين مثلا ناجتس، اي حاجه اطلبوها قبلها ب 24 ساعه هتجيلكوا لحد باب البيت.